مساء الخير عزيزي الفنان. اهلا بيك في فيديو جديد. معاك محمد صلاح. في الدرس ده هنستكمل الدرس اللي فات اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن ازاي توزن اللوجو بتاعك. هسيب لك اللينك فوق هنا تقدر ترجع له في اي وقت. دلوقتي هننتقل ازاي نظبط النسب بتاعه العناصر بتاعه الشعار بتاعنا. يلا بينا. اولا احنا في الدرس اللي فات اتكلمنا عن ازاي انك توزن اللوجو بتاعك او اللوجو بتاعك يكون موزون بالنسبه الذهبيه او الوزن السيمتري، واتكلمنا فيها عن كل الاشكال الهندسيه او الشعارات اللي بتتكلم عن الاشكال الهندسيه، الاتزان البصري، والشعارات المتعارف عليها او اللي ليها نسب معينه زي الحاجات اللي بتكون في الطبيعه او الحيوانات او غير ذلك. النهارده بقى هنتكلم عن نسب العناصر بتاعه الشعار، ازاي نوزنها مع بعضها. نسب العناصر بتاعه الشعار يعني ايه؟ يعني اللوجو نفسه واللوجو نيم والسلوجان بتاعك. ازاي نقدر نعمل علاقه ما بين العناصر دي عشان تكون موزونه بشكل صحيح؟ يلا بينا نشوف. اولا عندي الشعار اللي على الشمال ده شعار غير موزون، العناصر بتاعته مش موزونه مع بعضها. وعندي الشكل اللي على اليمين ده موزون. هعرفكم ازاي دلوقتي ازاي نقدر نوصل من الشعار ده للوزنه دي. ده في حاله ان احنا عندنا سلوجان في الشعار. فانت عندك لوجو ولوجو نيم وسلوجان. تمام. اول حاجه ناخد الائمه بتاعتنا كده، هنا وهنا. انا المقياس عندي هو اللوجو نيم بتاعي، وزي ما احنا عارفين احنا دلوقتي بنعمل نسب، فمش فارق معايا المسافات تبقى قد ايه، لكن اهم حاجه فارق معايا ان النسب تكون واحده. لان النسب دي انا لما اغيرها انا بعد كده بنفس النسبه هيفضل اللوجو بتاعي موزون. اكرر المسافه دي فوق اللوجو نيم وتحت اللوجو نيم زي ما انتم شايفين كده. خدت المسافه دي كده كررتها فوق وتحت. بعدين هنبدا ناخد منتصفات فوق وتحت. كويس. المنتصف ده بقى هاخده ازاي؟ اسحب كده بالالت والشيفت. الت عشان اعمل السهم الصغير ده فاعمل كوبي، والشيفت عشان افضل ماشي على الاستقامة بتاعتي لحد ما يديني العلامة ان هو ده في المنتصف. ابدأ بقى اغير لونه وليكن ازرق، اخد بقى نفس ده احطه هنا. شايف المسافة اللي ظهرت لي دي ان هو في النص؟ يبقى تمام كده. كده يبقى انا عندي الثلاث مسافات دول، ومقسوم من فوق ومقسوم من تحت. كويس. نبدأ ناخد ده كده نلفه، نحطه هنا وهنا. وده على حدود ايه؟ ده برضو على حدود اللوجو نيم بتاعي كده بالشكل ده. ابدا بقى اخد منه نسخه اتنين. هعلم الاربع نسخ دول الاين من هنا واعمل لهم الاين على مسافات متساويه. تمام. الشكل ده يبقى انا هبدا اول حاجه اوزنها هو دي، هو اللوجو ده نفسه. ان جروب بس ليهم كده. كويس قوي. اللوجو نيم بتاعي ببعد عنه نص مسافه. لو انا عندي المسافه دي كده اسمها اكس، فانا باخد المسافه دي اللي هي اسمها ايه؟ خلينا نسميها واي بالشكل ده. تمام. فانا عندي دي اكس نصها واي بقى. كويس اوي. اول حاجه برفع اللوجو عن اللوجو نيم بمسافه واي اللي هي نص اكس. كويس. افضل اصغره بقى من فوق وانا دايس شيفت عشان احافظ على النسب بتاعته لحد ما يجي بالنسبه لي فين؟ في المنتصف بتاع المسافه دي. كده اللوجو ده اتوزن بالنسبه لي. طيب بالنسبه للسلوجان ازاي بوزنه؟ السلوجان ليه وزنتين، يا اما انك بتقسم المسافه اللي هي اكس عندك دي لواي، بعدين الواي نفسها تقسمها اتنين وتبدا تاخد السلوجان بتاعك في واحده منهم. ده في حاله ايه؟ في حاله ان السلوجان عندك يكون الخط اللي انت مستخدمه يعني ثين شويه كده ورفيع، وتكون هتكبر المسافات ما بين الحروف زي ما انا عامل كده. طيب الحاله الثانيه ان يكون الخط عندك بولد شويه، فانت هتعمل ايه؟ هتقسم المسافه دي لنفس لنفس المسافات دي، لكن هتقدر توزنها ازاي بقى؟ من خلال الخطين دول. يعني انت بتحاول تخلي ان اللوجو متسنتر في الخطين دول، يبعد بس مسافة حرفين هنا وحرفين هنا،
يا اما انك انت بتحاول تخليه قليل مسافة حرفين هنا وحرفين هنا عن مسافة الايه اللوجو نيم بتاعك. ده على حسب الفونت اللي انت مستخدمه للوجو نيم بتاعك. كده لو انا اعتبرته ثن بالشكل ده كده، انا هعمل ايه بقى؟ هقسم دي مسافة هنا، هقسم دي مسافة كده، وكمان مسافة كده. ازاي انك تشغل السناب بتاعك ده، وازاي انك تشغل الجايد بتاعتك دي؟ من هنا على فيو هتروح هنا تشغل سمارت جايد، وتتأكد انك من تحت هنا عامل سناب تو بوينت. لو عندك اي حاجة غير سناب تو بوينت يا ريت تخليها سناب تو بوينت كده كده. هعمل ايه بقى؟ هسيب مسافة. لو احنا قلنا ان المسافة الكبيرة دي اكس ودي واي، خلونا نسمي الصغير دي زد. انا هسيب مسافة زد ما بين اللوجو نيم والسلوجان بتاعي، مسافة زد. وابدأ بقى ايه، ادوس شيفت واصغره من هنا لحد ما يبقى في المسافة بتاعت زد بالظبط بالشكل ده. حاول بس اعمله في السنتر بالظبط كده. امسح بقى كل الجايد لاين بتاعتي دي بالشكل ده. اللوجو بتاعي يكون موزون بشكل صحيح. فبالتالي نكون احنا وصلنا للوجو بتاعنا من الشكل اللي على الشمال ده للشكل اللي على اليمين ده، واكيد وبكده نكون احنا قدرنا نوصل باللوجو بتاعنا من الشكل اللي على الشمال ده للشكل اللي على اليمين ده واللي في النص ده، وهو ده الوزن الصحيح للشعار مع السلوجان بتاعه. خلونا نشوف فكرة تانية. تعالوا نشوف اللوجو ده، نشوف الجايد بتاعنا هنا. بيقول ان انا عندي قسمت على حسب اللوجو نيم بتاعي، يعني المسافة اكس دي برضو قسمناها لواي وواي، وكل واي قسمناها لاتنين زد. تمام. نفس الكلام. تعال نكبر دي شوية كده. ادي المسافة اكس بتاعتي، كل اكس من دي قسمتها لواي، كمان دول قسمهم لزد. تعال نقلل الاوباسيتي شوية عشان نقدر نشوف بالظبط كده. وبعد كده تبدأ تاخد عندك مسافة زد لفوق ومسافتين زد لتحت. تمام. يبقى أنا عندي مسافة زد لفوق بالشكل ده، ومسافتين زد بالشكل ده. تمام. في الحالة دي عشان أنا عندي الفي مايلة واللوجو بتاعي مايل، فالخط بتاعي ده هعمله هو كمان مايل. في حالة إن هو الشكل ده مستقيم أكيد هيبقى مستقيم هو كمان. والمسافة دي قد إيه؟ كمان زد، يعني ده بالشكل ده. أحاول أقرب لنفس الإيه الزاوية بالشكل ده. لسه عندي بقى الشعار نفسه ده أخده هنا على نفس المسافة دي كده. طيب وبالنسبة للوزن بتاعه، أول خط معايا فوق، وبعدين الخط اللي قبل الأخير معايا تحت، يعني هنا بالشكل ده. هجيب ده هنا. تمام. سلوجان بقى. سلوجان هتقسم الزد دي نصين والزد دي نصين، وتحاول تسنطرها ما بين النصين دول. يعني هنا هطلع بهنا مسافة، واطلع هنا مسافة، الخطين دول
كده، تقدر تعمل كده بالشكل ده هنا، وكمان هنا، وبكده تكون وصلت للشعار بتاعك من الشكل ده للشكل ده أو اللي في المنتصف. وده الجايد بتاعنا، تقدر تتبعه فيما بعد. بكده نكون قدرنا نوصل للشكل ده من اللوجو بعد ما كان بالشكل ده. اللي بعده، في حالة إنك عندك لوجو غير موزون، أو خلينا نقول الوزن بتاعه أو الكتلة بتاعته تحت أكبر من فوق. يعني أنا عندي مقسوم جزئين، خلينا نقول الكوباية دي والشاليمو، لكن أكيد أنا عندي اللي بيسرق النظر بتاعي هو الكوباية. فأنا هعتبر في الحالة دي وأنا بوزنه إن اللوجو عبارة عن الكوباية دي بس، مفيش شاليمو. فبالتالي هعمل إيه؟ في الحالة دي هبدأ آخد الجايد لاين بتاعي بس من البداية بتاعت الشعار بتاعي بالشكل ده، وأعمل مسافة كده وليكن ربع إكس. تقدر تعمل كده على الجايد لاين بتاعك من فوق، أو على اللوجو نيم بتاعك من فوق، وكمان هنا من فوق، وكمان الجزء الأخير عندي هنا بالشكل ده. محتاج بس إن أنا أعمل كده create outline عشان أقدر أتحكم كل جملة لوحدها. أعمل جروب لدي، وجروب لدي، وجروب لدي، طبعا كنترول جي كده، أحطهم ما بين العلامات بتاعتي دي اللي أنا ضفتها كده كده. أبدأ بقى أخليهم كلهم على استقامة واحدة بالشكل ده. بعدين أخلي اللوجو بتاعي من أول جايد لاين فوق، أو خلينا نقول زي ما احنا قلنا النص الأهم في اللوجو بتاعي، من أول جايد لاين فوق لآخر جايد لاين تحت. طيب المسافة ما بينهم قد إيه؟ نص الإكس ده بالشكل ده كده. ناخد نص المسافة، تقدر تقرب دي لحد نص المسافة كده. امسح بقى الجايد لاين بتاعك، فنكون وصلنا للشكل ده كده، بدلا من الشكل ده يكون الشكل النهائي بتاعنا. الفكرة اللي بعدها هو أنت لو عاوز تبرز اللوجو نيم بتاعك، أو لو عايز تبرز الاتنين مع بعض. لو عاوز تبرز اللوجو نيم بتاعك، فأنت بتبدأ تاخد 3 إكسات وتقسم كل إكس 2 واي، زي ما احنا شايفين. لو اعتبرنا إن دي إكس، طبعا دي واي زي ما قلنا. تمام. ببدأ آخد اللوجو بتاعي بالشكل ده، نعمل الفكرة اللي تحت اللي بنبرز فيها اللوجو نيم كده. ادي المسافة اكس. هنكررها كده، ونبدأ ناخد مسافات كده واي. أبدأ أخلي المسافة ما بين الأيقونة بتاعتي واللوجو نيم مسافة واي أو نص اكس بالشكل ده. دي المسافة. طيب وحجمها قد إيه؟ حجمها بيكون مسافتين أو 3 على الأكتر، يعني مسافتين أو 3 كده على الأكتر عشان تقدر تبرز اللوجو نيم بتاعك. فاحنا في الحالة دي نعملها مسافتين، يبقى دي أول مسافة ودي تاني مسافة. زود الستروك بتاعك شوية وامسح الجايد لاين، فيبقى عندك الشكل ده أو الشكل التاني اللي فوق
بنفس الشكل. نقدر ناخد أكرر المسافة دي بالنسبة لي كده. في الحالة دي هيكون إن أنا بدي اللوجو بتاعي 4 مسافات على الأقل. طيب المسافة اللي ما بين الأيقونة واللوجو نيم قد إيه؟ كمان نص، اللي هي نص إكس اللي هي واي. بديله على الأقل 4 مسافات، 1 2 3 4، يبقى هنا الشكل ده. زود الستروك بتاعي بالشكل ده. فهنا أنا قدرت أبرز اللوجو واللوجو نيم بتاعي. ده في حالة إن مفيش سلوجان. لو جينا لحاجة زي هنا، أنت عندك لوجو نيم وسلوجان بنفس الحجم، وعندك شعار بالشكل ده. هنبدأ ناخد دي كده جروب، بعدين نبدأ نقسم كده 10 مسافات. احنا هنا بنتكلم عن نسب مش مسافة معينة، فنقدر نقسمها. فاحنا لو قلنا كده ان دي وليكن زد، فاللي تحتها كمان دي زد، ودي كمان زد. احنا عايزين بقى نقسمها ل 10 مسافات من الزد دي. نعمل ده ازاي؟ نبعد اللوجو بتاعنا كده، ناخد اول جايد لاين كده ونرفعها بأي نسبة كده. نبدأ أقلل الأوباسيتي بتاعتي شوية عشان أقدر أشتغل. اللوجو نيم هنا، بندي مسافة 2 3 للوجو نيم الأول، 1 2 3 للتاني، أو إذا كان ده اللوجو نيم وده السلوجان 3 مسافات بالشكل ده. وهنرفعه مسافتين كده، والتاني هيرتفع عنه مسافة ويعلى برضو يكون 3 مسافات. ألاين الاتنين مع بعض كده. اللوجو هيبعد قد إيه عن اللوجو نيم؟ يعني يبتعد قدر مسافة أو مسافتين من اللوجو نيم بتاعي. أول حاجة اللوجو نيم بتاعي حجمه قد إيه؟ بيبقى ال10 مسافات مع بعضها، تمام. البعد بتاعه بقى قد إيه؟ زي ما قلنا مسافة أو 2. خلونا ناخد دول نلفهم بالشكل ده، ونضيف ده هنا بالشكل ده، ونبدأ نبعده بقى. يا إما مسافة واحدة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يا إما مسافتين بالشكل ده، حسب ما تفضل أنت. فاحنا قدرنا نوصل من الشكل ده للشكل ده. في الحالة دي أنا أخدت مسافة واحدة كفرق، في الحالة دي أنا أخدت مسافتين. زي ما يريحك تقدر تعمل. آخر فكرة عندنا هو إنك إزاي تسنتر لوجو كتابي عندك، أو يعني خلينا نقول وورد مارك، يعني إزاي تقدر تسنترها في مسافة محددة. بتاخد جايد لاين ليك، حرف، خلينا نقول حرف سي، حرف او، حرف تي، أي حرف، لكن نكرره بشكل فوق وتحت ويمين وشمال. المربع اللي بيظهر لك ده هنا هو ده المربع اللي انت تقدر من خلاله توزن اللوجو بتاعك في مساحة ما. زي في الحالة دي انا اخدت اللوجو نيم بتاعي اللي هو كان سبيس تون، فضلت اكبره لحد المسافة المتاحة عندي كلها. واكيد الشكل ده مش كويس زي ما نقدر نعمله بالشكل ده. يبقى هو خد هنا مسافة فوق او، وهنا او، وهنا او، وهنا او. يعني لو قلنا ان هو في انا عندي او هنا، واو هنا بنفس المسافة، واو هنا بنفس النسبة زي ما في الشكل اللي تحت ده. لما اجي احرك اللوجو بتاعي ببدأ ان انا اخد دول كده
الشكل ده لتحت، أبدأ أخلي ده بدون ستروك عشان ما يبقاش متشاف بالنسبة لي، وأمسح دول بالشكل ده. هي دي المسافة اللي أقدر أحرك فيها اللوجو بتاعي زي ما أنا عاوز في مساحة المستطيل، أبقى أكون قدرت أوصل للشكل ده. آخر حاجة بالنسبة لنفس الفكرة دي، حتى لو ما عندكش حرف سي تبدأ تاخد حرف من الحروف اللي عندك، لكن لو اللوجو عندك جاي بالطول كده مش جاي بالعرض، خلاص يبقى أنا هاخد الحرف بتاعي هنا، وليكن في الحالة دي أنا خدت الكي بالشكل ده. هاخد الكي وأبدأ ألفها، أعملها روتيت، وأخدها هنا وأخدها تحت بنفس المسافة، تمام، وأخدها هنا المرة دي بالطول لأن اللوجو بتاعي جاي بالطول، هنا كمان أخدها هنا، تمام. تقدر أنت بقى تعتبر إن الجزء ده هو الفعال من اللوجو بتاعك، ده هو الفعال، يعني الجزء ده غير فعال والجزء ده غير فعال، فبالتالي يتحول اللوجو بتاعي للشكل اللي أنا شايفه ده، ويبقى ده المربع بتاعي اللي أقدر أتحكم بيه باللوجو بتاعي. وأقدر كمان لو حبيت إن أنا أوسعه أكتر بوسعه إزاي، يعني في الحالة دي أنا لو حبيت أوسع المسافة دي بعمل إيه؟ أروح هنا على Object Path Offset Path وأبدأ أحركه بمسافة بالشكل ده. وكان هو ده الدرس بتاع النهاردة، أتمنى يكون عجبك، هتحتاجه فيما بعد. انتظروني بعد كده في الدروس اللي جاية، هتكون عملية بشكل أكبر. وما تنساش مشوار ال1000 ميل بيبدأ بفكرة.